يعيش شباب الوزداد وقائع وأحداث مماثلة للسيناريو الذي عاشه جاره اتحاد الحراش. جماهير غاضبة، إدارة غائبة، جعلت من رأس الرئيس محمد بوحفص المطلوب الأول. تفاصيل أكثر مع نجيب حنان. ما الاخر انت لازم توقف الحين من الحراش على بعد كيلومترات قليلة انتقلت العدوى إلى الجارة بالوزداد. نفس الصور، نفس السيناريو، ها هو يتكرر لأبناء العقيبة الذين يتواجدون على كف عفريت. خارجين من نحن تعيطوا، جينا نعاونوكم، جينا نعاونوكم. بوحفص مطلوب والإدارة فارة والجماهير غاضبة والنادي إلى الهاوية. حال شباب الوزداد وكأننا نعيش نسخة ثانية مما يحدث غير بعيد عن هناك في الحراش، حيث علت الأصوات الشعبية المطالبة برأس بن سمراء قبل قذفها. مسلسل بنفس القصة مع تغيير الممثلين هو مبلغ المقارنة بين اتحاد الحراش وشباب الوزداد بشعار الجيران بمصير واحد والأسباب والمتسببين واحدة: تسيير كارثي وغياب كلي للإدارة وفرار للرئيس. بيان سير مغاضبين على جال لي ريزيلطا ما كاش. ان شاء الله نخرجوا، رانا في وضعيه شويه محرجه، ان شاء الله نخرجوا من السيتياسيون هذه ان شاء الله. ان شاء الله يديروا سوليسيون، يديروا سوليسيون، يجيبوا مدرب جديد ان شاء الله ينتظر في عام ان شاء الله وين يرجع شباب بلوزداد الطريق صحيح. هي حالة أبناء حامل كأس الجمهورية في النسخة الماضية، على أمل أن تكون النهاية مختلفة بحلول ملموسة قد تكون نقطة المفارقة بين الشباب والاتحاد، رغم أن المعطيات تؤشر على عكس ذلك.